يا جدعان، لو انت من الناس اللي قلبت السوشيال ميديا اليومين دول اكيد شفت الصورة اللي بقت كأنها مرسومة كرتون. والله كل الناس بقت شخصية انمي وسوبر هيروز وبتاع. ده ترند اسمه جيبلي، والناس بتستخدمه عشان تحول صورهم لحاجات كيوت وجامدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. يعني الاي اي بيحول صورتك لنسخة كرتونية خرافية كده، ويبقى شكلك كأنك داخل فيلم ديزني او مارفل. وطبعا شباب وبنات كتير دخلوا عليه علشان الفضول وعلشان يغيروا شكلهم على البروفايل بشكل ملفت وشيك. بس بقى تعالى هنا، هل الموضوع ده آمن ولا ممكن يسبب لك مشاكل وانت مش واخد بالك؟ دكتور وليد حجاج خبير امن المعلومات قال ان الموضوع ظاهريا شكله ترفيهي ولطيف، لكن وراه مخاطر ممكن تجلب حياتك. علشان التطبيقات دي بتطلب صلاحيات كتير، تدخل على صورك، تخزن بياناتك على سيرفرات بره، وممكن تستخدمها في الديب فيك او انتحال شخصيه. يعني ممكن صورتك تتسرق وتستخدم في حاجات انت ما تعرفش عنها حاجه. وكمان الدكتوره اماني فهمي قالت ان الترند ده على قد ما هو حلو وممتع، بس ممكن يخلي الناس تبدأ تقارن بين شكلهم الحقيقي والصورة المثالية المرسومة، وده ممكن يأثر على ثقتهم بنفسهم. يعني الموضوع مش بس لعب، دي محتاج شوية وعي وفهم قبل ما تجرب أي حاجة جديدة على الإنترنت.